بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل الكيكة المشهورة في الشتاء، وهي كيكة البرتقال. طبعا يعني ديت بقى الكيكة البرتقال دي من ألذ وأحسن الكيكات اللي بتتعمل في الشتاء طبعا. البرتقال بيبقى له نكهة جميلة كده مع الكيكة، وبيديها مذاق جميل وبيبقى جميل قوي يعني. فنعمل النهاردة إن شاء الله كيكة البرتقال. زي ما انتوا شايفين اهي، مستوية خالص، يعني زي واحنا بنقطعها رغم ان هي لسه طالعة سخنة. بتقطعيها عادي لانها يعني مستوية ومش لازقة ولا حاجة، وهشة وجميلة ومش محروقة من تحت، اللون جميل ومن فوق برضو. يعني بصراحة كيكة جميلة قوي. شوف، رغم انها سخنة، يعني هي متقطعش اصلا الكيكة وهي سخنة، المفروض تصبري عليها شوية. طالعة هشة وحلوة وخفيفة. وطبعا وريحتها جميلة جدا والله، وانا حطاها في الفرن كان ريحتها تحفة. هقول لكم بقى ان شاء الله، هنقول في الفيديو ده على كل اسرارها وتكاتها وكل يعني ايه حاجة في الكيكة. مش هنفوت حاجة إلا لما هنقولها. ودي الكيكة اهي بعد ما حطيناها في طبق التقديم. هي يا دوبك لسه خارجة من الفرن وقطعتها على طول وحطيتها يعني. هي كمان لو غابت شوية وما بتغيب شوية بتبقى طبعا تقطيعها بيكون سهل. شوفوا يعني مستوية وجميلة خالص. تعالوا نشوف بقى نعملها ازاي. الأول هنجيب الكبة أو الخلاط مش فارقة، هنحط فيه 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. يبقى هنحط 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، تكون يعني مطلعاهم من التلاجة قبلها بساعتين ولا حاجة، ما يكونوش ساقعين. يبقى حطينا 3 بيضات، هننزل عليهم بمعلقة كبيرة خل. يبقى نحط عليهم بمعلقة كبيرة خل وكيس فانيليا. طبعا دي كله عشان ايه؟ زفرة البيض. وهننزل بكوباية وربع سكر. طبعا المفروض ان هو يكون سكر ابيض وناعم، ما يكونش السكر الاسمر اللي هو بتاع التموين، المفروض يكون سكر ابيض يعني، ده اكيد يعني. وبعدين هنضربهم مع بعض في الكبة كويس عشان السكر يمتزج مع البيض ويتضربوا كويس يعني ويدوب. وبعدين هننزل عليهم بقى لما نضربهم وامتزجوا مع بعض، هننزل عليهم بقى بنص كوباية زيت وبكوباية عصير برتقان. عصير البرتقان ده بتجيبي البرتقان، هننزل الأول بنص كوباية زيت وكوباية عصير برتقان، ما احناش حاطين لا لبن ولا زبادي، كوباية عصير برتقان. دي كده كل المقادير اللي حطيناها. عصير البرتقان يا جماعة، بنجيب البرتقان اليوستفندي وبنقشره وبنقطعه كده من النص وبنحوش منه البذر ونحطه في الخلاط، وبنحطش عليه ميه خالص. وبنجيب قشره برتقانه واحده بننضفها من جوه من بتاع الابيض اللي فيها ده عشان ما يديش مراره، ونضربهم مع بعض ونحصرهم. هو ده عصير البرتقال. دلوقتي هنجيب بقى كوبايتين ونص دقيق نخلاهم، وهنزلت عليهم بذرة ملح، يعني طرف المعلقة ملح، ومعلقتين كبار نشا. يبقى الدقيق كوبايتين ونص دقيق، عليهم ذرة ملح، وعليهم معلقتين كبار نشا، وعليهم ربع معلقة كبيرة ديت كربونات، وكيس بيكنج باودر. يبقى ده ودي الجافة اللي هو الدقيق والملح والنشا والبيكنج باودر. وهننزل عليهم بالخليط السائل اللي هو عبارة عن السكر والبيض والخل والفانيليا والزيت وعصير البرتقال. وهنقلب الخليط كله مع بعض، وزي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي القوام بتاعها. والقوام ده المفروض ان دوت ايه يعني، طبعا هو بيختلف من دقيق لدقيق، في دقيق بيحتاج سوائل كتير وفي دقيق ايه عادي يعني، من السوائل بتحطيها بتلاقيها مناسبة معاه. لقيتي نفسك الخليط تقيل في ايدك يعني، تزودي شوية عصير برتقان كمان. خلاص مظبوط خلاص يعني. هي بس هي دي المقادير مظبوطة 100%، وإن شاء الله ناجحة من أول مرة. جربيها وهتعرفي إن المقادير دي يعني زي ما بيقولوا كده بالشعرة مظبوطة 100%، مفيش فيها أي حاجة خالص. وبإذن الله هتطلع معاكي ناجحة، حتى لو ما عملتيش كيكة قبل كده هتطلع معاكي ناجحة 100%. طبعا احنا ايه مولعين الفرن قبلها، جبنا الصينية حطينا فيها قيمة معلقتين كبار كده زيت. معلش كانت الكاميرا اتهزت مني شوية.
هننزل فيها بمعلقتين زيت وما بحطش دقيق ولا حاجة، وبعمل الزيت في قلب الصينية بفرده في الصينية كلها، وبنزل بالخليط. والفرن طبعا أنا مولعاه قبلها في حدود 10 دقايق، مولعاه على أعلى حاجة. وقبل ما أحط الكيكة ههدي النار خالص. دي فرن البوتاجاز، أنا بحط فرن البوتاجاز وما بولعش الشواية من فوق، اللي أنا بولعه كله من تحت. يعني فرن البوتاجاز شغال كله من تحت، ما بولعش من فوق خالص. وبتاخد لها من 45 ل50 دقيقة، من 45 ل50 دقيقة. المقادير دي مظبوطة 100%. واعمليها وجربيها، وهتعرفي ان هي بسم الله ما شاء الله تطلع معاكي كيكة ممتازة فوق الممتازة كمان. ومع الناس المبتدئة هتنجح معاهم من اول مرة. وادي الكيكة اهي بعد ما خرجت بسم الله ما شاء الله، هي قعدت في الفرن بالظبط 50 دقيقة. انا حطيتها في فرن البوتاجاز مولعاه. وانا اول ما بدأت اشتغل فيها ولعت الفرن، ولما جيت ادخلها هديت الفرن خالص على اهدى حاجة، على اهدى درجة في الفرن. ما تحطهاش يعني والفرن نص نص، لا على اهدى حاجه. تحط الفرن وهو على اهدى حاجه في الفرن، وتقفلي عليها، ما تفتحيش قبل تلت ساعه او ربع ساعه عشان ما تهبطش. وتسيبيها بقى من 45 ل50 دقيقة. هي خدت معايا 50 دقيقة، طالعة مستوية 100% والله، ومش محروقة ولا أي حاجة خالص. وتقفلي عليها الفرن، وبعدين تفتحها بعد تلت ساعة، تبدأي تبشريها بسيط كده. وبعد ما تستوي والفرن اتطفى، سيبها في الفرن كمان قيمة 10 دقايق عشان ما تهبطش منك. بعد ما الفرن يتطفى سيبها كمان في الفرن شوية، قيمة 5 دقايق أو 10 دقايق، هتبقى معاكي 100. طبعا بقى قولوا لي ايه رأيكم، وما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وتقولوا لي بقى بتتابعوني من اي بلد، وتقولوا لي ايه رأيكم بقى لما تجربوها، وتعرفوني ايه رأيكم. زي ما انتم شايفين اهي انا بوريها لكم تاني. رغم ان انا قطعتها وهي سخنة، والكيكة ما بتقطعش سخنة. جميلة ومستوية والله من فوق ومن تحت، وهشة. يعني انت شايفينها من تحت عاملة ازاي، ومن فوق برضو مستوية خالص، وما انا ما اختبرتهاش ولا حاجة. انا عملتها وعارفة المقادير وعارفة الوقت. شوفوا طالعة اهي مظبوطة 100. هتعملوها وهتنجح معاكم بإذن الله من أول مرة. زي ما انتوا شايفين اهي. غير الريحة بقى، الريحة ما تتوصفش، ريحتها خرافة. وبألف هنا وشفا، ومع ألف ألف سلام.